السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بالصحه والسلامه نتوما ووليداتكم ووالديكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد التخميله خفيفه ظريفه للكوزينه ديالي. من بعد ما دوزنا عليها واحد السيمانه والضياف وكل شيء والطياب والقلي، وراكم عارفين الروينه ديال الضياف. اليوم ان شاء الله غادي ندير لها واحد التخميله خفيفه ظريفه. نحاول نمسح الفراران ونحاول نمسح الثلاجة وندوز معكم تدويزة خفيفة ان شاء الله بإذن الله. هنا جبت الفران ديالي ديال الضو اللي تنطيب فيه بزاف، دركت عليه الطياب في حقيقة هاد السيمانة بزاف بزاف. اي حاجة درناها تنبغيو نطيبوها تيقولك دخلوها للفران. دخلنا الفران، المهم عمر بالزيوتات وعمر بالقلي. هنا ان شاء الله غادي نرشوه بداك البرودوي اللي تنشارك معكم دائما. اللي كناخذ من بيم تيدير 15 درهم. هو برودوي رائع 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 بزاف بزاف بزاف. تيحيد كاع اليدام وتيحيد الصداع وتيحيد مزيان حتى الفراش البنات اللي عندها داك اونتي-طاش. الفراش اونتي-طاش راه مزيان ليه تا هو الا كانت شي حاجه تستيلو للوليدات ولا شي حاجه كتكفح شي حاجه على داك الطابي ديال اونتي-طاش. طرشو غير شيشه خفيفه من هذا البرودوي هذا راه تيمسحو مباشره ما تيخليش الاثار ديالو. المهم له عده استعمالات، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويكون لكم بالافاده ان شاء الله. هنا مسحت الفران ديالي بعد ما رشيته خليته ترطب شويه ودوزت له حكه بالجيكس رقيق. عاد مسحته بهاد الثوب ديال البوطاجي ومسحته مزيان 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 حتى ولا فيه اللمعان كما كتشوفوا. الفرارن ديالي ولا رجعوا كيشعلوا كيشقشقوا بواحد المجهود ماشي كتير بزاف، وانما تيساعدني بزاف بزاف هذا البرودوي. نتمنى تجربوها البنات. وهنا دوزت مسحه على الثلاجه حتى هي من برا ومن الداخل، من بعد ما كانت هي مطبعه بزاف اليدين ديال الدراري الصغار. دوزت ليها مسحه وعاودت لهم عاودت لهم عاوتاني مسحه اخرى عاوتاني من جديد حتى خليتهم عرفتهم بانهم نقيين. دوزت على الشبيكات ديال الفران واللاطه ديال الفران ودوزت عليهم حتى هي بالبرودوي، حتى هما غير بالبرودوي دوزت عليهم ومسحتهم مزيان ورديت كلشي المسائل لبلاصتها من بعد ما نشفات ليا مزيان. وهنا جبت هاد القلايه الهوائيه ديالي الرائعه اللي نفعتني بزاف 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 البنات. والله نتمنى تشريوها نتوما ويجيب لكم الله التيسير وتشريوها وتجربوها. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش، ان تنطيب فيها ستيك ديال لادان، تنطيب فيها فخيضه ديال الدجاج، تنقلي فيها البطاطا، تنقلي فيها فلفله دنجال، كلشي تنخليه بشويقيق ديال الزيت. يعني اقتصاديه اقتصاديه. ننصحكم بها البنات جربوها وغادي ما تندموش. وهنا دزت الطاجيرات ديالي اللي فيهم دوك القريعات اللي كنحط فيهم مره لي فروي مره لي سباكيتي مره كل مره واشنو كندير فيهم على حساب الموجود. ضربت لهم حتى هما هاد العلالق ضربت لهم مسحه والقريعات غسلتهم مزيان ونقيتهم. من بعد ما سالا منهم ما بقاش فيهم، كان فيهم اللوز والكركاع مكسرات كانوا عامرات بهم. ايوا سالا والله يجيب التيسير عاوتاني ان شاء الله ونجيبوا حاجه اخرى عاود. هنا غندير فيهم غير المعجنات غادي نعمرهم بهم ان شاء الله ونستفهم ونخليهم محطوطين عاوتاني حتى يجيب الله رزق عاوتاني ونعاودو نعمرهم بحويجه اخرى ان شاء الله. من بعد ما نشفنا القرعات ديالنا غادي نديرو فيهم سباكيتي اللي عندي بقات مني تقديتها بقات في البلاكار مجموعه. مني احتاجيتها هنايا غنخويها في القراعي ديالي. كل وحده تتهز تقريبا كيلو ونص تقريبا في الوحده. انا خويت هذه ديال الفيس خويتها في القرعه في قرعه وحده هزتها ليا كامله فيها كيلو وباقا معمراتش. الاخرى كذلك غادي نخويها في قريعه اخرى وغادي نكب عليهم شويه د الملحه باش ما تجيهمش ديك البروده ويجي فيهم داك عارفين دابا وقت البرد تتبرد لينا الحاجه بالزربه وكتخسر. ننصحكم البنات الطريقه اللي كندير انا لا في الطحين ولا في
في لي بات ولا في العدس والحمص، وهذا تندير فيه الروز كذلك. كندير فيهم شويه تاع الملحه وشويه ديال عصات سيدنا موسى، كنقطعها هكا وكنرميها في وسط الحاجه. ما كتخسر، ما كتبرد، ما كدير ديك الصوفه ديال البروده ولا داك البخوش الابيض اللي تيكون هكا. ما تدير حتى شي حاجه، تخليوها تحت البوطاجي فوق البوطاجي الوقت اللي بغيتو، ما كتخسر، ما كطرى لها حتى شي حاجه. هنا عندي تاني الرز اللي بقى ليا، راه حتى هو درتو وعلقته. من بعد ما ساليت في العشيه قلت علاش لا ندير لوليداتي قوت يكون زوين ويكون سخون. هنا عجنت واحد العجنه ديال الخبز، ودرت عندي الخليع ديال اللي جبت معايا من فاس داك النهار فاش شاركته معكم وشريته قدامكم. هذا اكريش ماشي ديال الماكله، ديال الملوي ديال المسمن، كنعمرو به المسمن. دائما كنجيب 2 قريعات حتى تيسالي، وكنصيفط عليهم عاوتاني واحد السيد صاحب راجلي كيجيبوا ولد فاس، وكيجيبوا لينا حاجه نقيه وزوينه. وفضلت ندير لهم بهم كاسكروت، اللهم حاجه ديال الدار ماشي بحال حاجه برا. هنا درت الملوي ديالي من بعد ما عجنته في العجانه وطلقته، وهنا كنرغب فيه، كناخذ الاولى وكنسرحها مزيان وكنزلع عليها داك اكريش. نحاول غير شويه شويه، ما كنقويش بزاف. اللي كندير بزاف هو ليدام، اما دوك القطعات تندير غير شويه شويه. انا ما كناكلهمش في الحقيقه دوك القطعات كاع، كنخويهم من الخبز وكنخلي غير المذاق ديال الليدام. الوليدات تياكلوهم عزيزين عليهم، انا ما عنديش معاهم في الحقيقه، كيقهروني. كيجيوني مجهدين شويه. ايوا هنا كملنا الرغيفات ديالنا، وحده مور وحده وحده مور وحده حتى ساليناهم، وجاو رغيفات زوينين مهم تيعمروا العين وكيعمروا الكريشه. كلشي عجبهم، درت كونتيتي كتيره، ولكن ما شاء الله تكلاو كاملين. اللي كلا وحده كيعاود الاخرى ويعاود الاخرى، جاو سخانين وجاو متولين ومقرملين بزاف بزاف بزاف. وهنا نتوما تتشوفوا بعد ما حليت معكم وحيده شتيها كي جات مفرقه وما فيهمش ليدام بزاف، ما طيبتهمش في الزيت بزاف، يعني غير داك ليدام ديالهم هو اللي خليت فيهم. جاو رائعين رائعين، نتمنى تجربوهم ان شاء الله ونتمنى يعجبوكم. هكا كملنا كسكروت ديالنا، وكملت الروتين ديالي ديال الكوزينه اليوم روتين ديال فيه حماس ديال الشقه وديال النقاء وديال الملوي. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله هذا الملوي اللي درت وهذا الروتين اللي درت، وخليت لكم الصحه والسلامه وطول عمركم. ما تنسوناش بلي لايك، واللي ما دخلش القناه ديالي يدخل ليها. والسلام عليكم ورحمه الله، خليت لكم الراحه والهنا.